بالنسبة لطريقة التركيب نضغط على الذكر شيفر أو أي مدير ملفات. أنا أضغط على ذكر شيفر، أذهب إلى التحميلات. طبعا يا شباب سكين سبايدر مان أصفر، السكين المشهور عند الهاكرات يا شباب. إذا بدكم سكين وصلوا المقطع ل20 لايك، أدري إنها سهلة عليكم. 20 لايك راح أحط لكم سكين سبايدر مان أصفر مع شخصية آلوك. تلبس شخصية آلوك سكين سبايدر مان أصفر. أول شي نذهب لطريقة التحميل. ملف نضغط على الملف الأول، نضغط على استخراج هير باللغة العربية، استخراج هنا نضغط عليها. يطلب من الباسورد، وللعلم يا جماعة الباسورد موجود على مدار الفيديو، يعني شاهد الفيديو كاملا ستجد الباسورد على مداره. بعد استخراج الملف الأول نضغط على فري الملف الأول فالي مود آخر تحديث طبعا فيت 140. نضغط عليها ضغطة مطولة، لا نضغط عليها ضغطة عادية. بعدين نضغط على انستالي تثبيت. بعد تثبيت الملف الأول كما ترون نذهب إلى الفري فاير الذي ثبتناه. طبعا ما يشتغل على فري فاير ماكس، يشتغل على الفري فاير. انت إذا كان عندك فري فاير عادية احذفها وحمل هذه فري فاير تبع الملف الأول، ادخل عليها وسجل جميع بياناتك. نضغط على تطلع هاي القائمة الواجهة، نضغط على بلاي كيب في الوسط، نضغط عليها وتسمع هاي الموسيقى تبعك. هذا الفايدة أتحمل معك القائمة تبع 15 ميجا، أتحمل معك شارط الأزرق. أنت تنتظرها ولا تسويش، ولا تضغط على هذه القائمة لا تضغط عليها، عشان لو ضغطتها ممكن يجيك ما في أي لحظة أصلا ما هتعمل معها. دخلوا عليها طبعا، لا ما تخربوا في هذه النار لا تعمل بها شيء. المهم خلوها فقط على جنب. المهم شباب سجلوا حساباتكم. إذا عندك حساب فيسبوك سجل حساب فيسبوك، تويتر سجل بالتويتر، جوجل ما بيعمل جوجل. إذا حاب تسجل ضيف عندك حساب ضيف أو حاب تسجل بضيف سجل بضيف عادي قبلها. بعد تسجيل بياناتكم اطلعوا منها ونضغط على ذكر شيفر ثاني، تحميلات داونلود والملف الثاني. نضغط على استخراج المهم استخرج هنا. نكتب الباسورد على مدار الفيديو. طبعا الباسورد تبع الملف الاول نفسه الباسورد تبع الملف الثاني. انستالي، ننتظر 5 ثواني او 10 ثواني على حسب هاتفك. طبعا يا شباب نضغط على ادابتر تحديث باللغة العربية، وهذه الهاكرات تعمل على جميع الهواتف 64 بت و 32 بت. طبعا حنتحملها وهتعمل معك حتى لو كان هاتفك نوكيا. المهم يا شباب نضغط على ادابتر تحديث باللغة العربية وننتظر. بعد التحديث يا شباب نضغط على فري فاير محادثة. طبعا فري فاير ننتظر. نضغط على بلاي جيم كما ترون، بلاي جيم فقط. اول شيء اذا كنت فاتح حساب جديد اغلبيه كنتم تخرجكم. طبعا اذا خرجتكم عادوا تدخلوا مع الهاكر يشتغل 100% طبعا. اضغط عليها يا شباب. طبعا الهاكر ما يتفاعل معك من اول مباراة. اول شيء لازم تدخلوا تلعبوا عادي جيم كلاس سكواد عشان ترفعوا الليفل تبعكم جيم عادي. بعدين اخرجوا من الفري فاير. بعدين شوف جيم كلاس سكواد عادي، الليفل تبعكم يرتفع يصبح 3. المهم بدل ما الليفل تبعكم يرتفع لحظة اشرح عشان يتحمل معايا واشرح كيف تضغطوا على قائمة عشان ما يجيكم بان. طبعا يا شباب الناس تكتب لي تقول لي هذا مو هاكر فالي مود، ابعث هاكر فالي مود في الواجهة هاكر فالي مود. طبعا انت في البداية مع الهاكر ما حيكون فعال عندك. تضغط على كلاس سوات تلعب جيم بدون هاكر، تكتشف اماكن راح يشتغل عندك، بس الانبوت والهيد شوت الصدر ما يشتغل عندك. تلعبهم عادي. بعد ما تخلص تلعبهم عادي بعد انتهاء من جيم كلاس سكواد الليفل تبعكم اصبح 3 وساحات تدريب فتحت عندكم. حملوها. بعدين اطلعوا من فري فاير، اطلعوا من كلها، اطلع منها يا شباب. بعد ما تطلعوا منها تدخلوا عليها، اطلعوا منها. طبعا ما طلعت منها وضغطوا على النار هذه وضغطوا على enable input، ضغطوا عليها 2 أو 3 مرات. وبعدين ادخلوا يلعبوا وراح يصبح يضرب هيتشوت في السرعة عادي، هيتشوت في السرعة يا شباب. المهم يا شباب إذا وصلتوا هذه الدقيقة ما تنسوا تضغطوا على زر لايك واشتراك وانضموا إلى مجموعتنا على التليجرام ليصلكم كل جديد. وإذا كان بدكم هاكر سبايدر مان طبعا يا شباب
20 لايك وراح انزلها يا شباب.